ازيكم يا مساء الخير؟ خلصتوا برنامج العيد؟ عيد مبارك علينا وعليكم، وان شاء الله دايما من العايدين. رايجين شنو؟ المطبخ والطبايخ والغداء. حنرجع لشنو؟ لغدانا ووصفاتنا. انا اليوم بديت بطبيخ بامية، اكيد من الطبايخ المعروفة جدا. حبيت اشارككم طريقتي، طريقة عادية جدا، وانتوا اكتبوا لنا في الكومنتات طريقتكم. جبت 5 حبات بصل، عاوزة تزيدي كمان زيدي، بس احس انه 5 كافي جدا. شوحتهم كده زي ما انتوا شايفين، قلبتهم في زيت عادي، مش زيت زيتون، لا عفوا زيت عادي. آه حقفله عشان ريحة البصل ما يمسك البيت. بيدبل، ايوه. البصل اول ما حسيت انه خلاص بدأ يدبل، وما خليته ياخد لون ذهبي كامل، بس هو بدأ يدبل كده واللون العادي ده، ضفت له شنو؟ اللحم. هو في عظم، وجزء منه عظم وجزء منه لحم. اذا بقى كله عظم برضو ما مشكلة، احنا بس عاوزين يكون شنو؟ طاعم شوية. بعد ما خلاص ضفت اللحم، حخليهم يتشوحوا شوية مع بعض وياخدوا اللون المطلوب. بعد ده حضيف له طماطم، وحضيف معجون طماطم، ما صلصة، معجون طماطم وطماطم. وبعد ما حضيف موية، وما حضيف له ولا شيء، يعني نقطة موية كده ما حضيف. قاعد استخدم مؤخرا اللي هو معجون طماطم صفا، ممتاز جدا. لونه بيكون بدي لون رهيب شديد للوصفات. بتلقيه في اللولو، بتلقيه في الجمعية. جيبيه وجربيه. بعد ده ما حضيف موية، حقفله عشان التسبيكة تكون بس بموية البصل وموية اللحم والطماطم. يا جماعة رهيب، حسيت انه خلاص كده كفاية، ما عاوزة اكمل الطبخة. بعد ده ممكن تضيفي موية وتخليه شنو؟ يتسبك. مع اضافة الموية حنضيف صلصة، ما بكتر صلصة لانه الطماطم ومعجون الطماطم بديه لون كده ظريف واللون المطلوب يعني. حضيف شوية صلصة طماطم مع الموية وشوية كزبرة، ونخليه مسافة كده. وإذا أنت عاوزة تضيفي قرفة ممكن تضيفي، بس بحس إنه القرفة في الطبايخ ما أوكي، لأنه الريحة، يعني ريحة القرفة دايما بتكون أقوى من ريحة الهيل وكده. فأنا دايما قاعدة أكتفي بالهيل، وممكن تضيفي فلفل أسود حب، وممكن تضيفي مسحون عادي يعني. بعد ده نخليه يتسبك شوية. في النهاية حنضيف له اللي هو الثوم. انا ضفت كده، شفتوا طرف المعلقة، حاجة بسيطة كده ضفت له من الجنزبيل، يعني جنزبيل وثوم و... وكزبرة وشوية من الفلفل الأسود. خلاص دي البهارات المفروض يستخدم في الطبايخ. أكتر من كده حيشيل الطعم الأصلي للطبيخ. بالنسبة للبامية، أنا ما كنت عندي بامية اللي هو الفريش الجاهز، جبت المجمد. إذا أنت عاوزة تجيبي بامية مجمد، جيبي اللي هو شركة السنبلة. البامية حقتهم رهيبة شديد، مكتوب عليه السنبلة زيرو، بيكون حجمه ذاته صغير كده وممتاز. طيب إذا أنت عاوزة كمان تعمل داير البامية لونه يكون أخضر كده كأنه فريش، هتعمل شنو؟ تغليه في موية قبل ما تضيفي في الطبيخ، تغليه بشوية بيكربونات صوديوم. أول حاجة بخليه يبقى لين، وتاني حاجة بديه اللون الأخضر الظريف. وهو كده يعني، حتى لو ما ضفتي له، لو جبتي ماركة سنبلة ما ضفتي، ما عملت الإضافة اللي أنا قلتها لك دي، عادي بيزبط. بعد ده ضفت البامية، هخليه على أوطى نار عندك ويتسبك تماما. في ناس بيقولوا الطبيخ ما بيتسبك. إذا أنت عاوزة طبيخك يتسبك ويطلع كده ظابط، بعد ما تخلصوا كل شيء خليه ينجض براحته في أوطى نار عندك في البوتاجاز. أوطي النار وخليه براحته، بيطلع معاكي بالطريقة دي. وإن شاء الله طريقتي تكون واضحة، وانتوا اكتبوا لنا طريقتكم. في أمان الله.